شفتوا اللي حصل للبت ايمان؟ لقيتها بعتالي من كام يوم ان ابنها ضربها، الواد اللي عنده 11 سنه ضرب امه. بس احسن علشان تعرف ان الدنيا بتلف، علشان ياما نصحتها وقلت لها ما تضربيش ابنك على الفاضيه والمليانه. العيال دلوقتي بقوا زينا، زمان احنا كنا بنتضرب من اهلنا ونسكت، دلوقتي من كتر اللي بيشوفوه عادي جدا انك تضربيه قوم هو ضربك، زي الواد اللي مش متربي ابن البت ايمان. علشان كده بقى انا جيت وقلت اتكلم معاكم شويه. اما اولادنا يعملوا حاجات غلط ازاي نعاقبهم من غير ضرب؟ من غير ضرب، ها؟ تعالي كده نشوف مع بعض شويه مواقف هما بيعملوها نتصرف فيها ازاي. بس الاول ما تنسيش تدوسي على كل الزراير اللي حواليا. اما تروحي السوبر ماركت ومعاكي عيالك من سن 4 سنين ل 8 سنين كده، كالعاده هيتخانقوا مع بعض وهيجوا في وسط الناس يشبطوا في حاجه، وطبعا انت مش عامله حسابك على الفلوس، هتعملي ايه؟ هو حل من الاتنين، يا اما هتضربيهم وتزعقي لهم في وسط الناس واليوم هيقلب بنكد، يا اما هتمشي كلامهم. يا ترى بقى انت مين فيهم؟ وازاي هتعالجي الموضوع؟ قبل ما تخرجي اتفقي معاهم ان كل واحد ياخد مبلغ معين في ايده وهو مسؤول يجيب لنفسه اللي هو عاوزه. طيب لو المبلغ خلص وهو عايز حاجه تانية او حاجه اغلى، هيكون بقى قدامه هو القرار هيجيب ايه ويستغنى عن ايه. اهو موقف السوبر ماركت ده من اهم المواقف اللي بتخلينا نضرب عيالنا، ودينا حليناه مع بعض بمنتهى البساطه. بس لو اضطرينا بقى ان احنا نعاقب يبقى نعاقب لما نروح، ويكون العقاب اننا نحرمهم من الحاجه الحلوه اللي نفسهم فيها، مش اكتر من كده. ها الموقف اللي بعد كده، لو ابنك عندي وبيكابر وعايز ينفذ كلامه طول الوقت، وطبعا ده هيكون سن المراهقه، يعني هو او هي بيبقوا ناشفين وصعبين في التعامل، فاكيد ده بقى مش هينفع معاهم اسلوب العصايه خالص. يعني الضرب ممنوع ممنوع ممنوع، 3 ممنوع. وطبعا ده في كل الحالات، وخاصه في الحاله دي حاله الطفل المراهق العندي. وده بقى لو احنا عايزينه يعمل حاجه معينه او ما يعملش حاجه معينه، لازم ندخله من ناحيه العاطفه والمشاعر والصحوبيه والثقه، لان هو ده اللي بيأثر فيهم. واهم من كل ده ان احنا نسمعهم حتى لو الموقف اللي عملوه صعب ومخليكي انت وباباكي عايزين تولعوا فيه، لكن نهدى نهدى نهدى. لازم اعصابنا تكون في تلاجة، وبعدين تكلميه بنفس لغته ونفس طريقته، وتحاولوا تحكوا له عن تجارب مشابهه حصلت لكم وانتوا صغيرين حتى لو ما حصلتش، ها؟ بس اهم حاجه انكم تدوا له النصيحه والعظه من تجربه سابقه، وتفهموه بقى بالعقل ان الموضوع ده لو اتكرر تاني انتوا هتضطروا تعاقبوه. بس برضه هنرجع ان عقاب مش ضرب، يعني يتحرم من الخروج، من المصروف، من البلاي ستيشن مثلا. ها ايه تاني؟ موقف كده زي ابن ايمان اللي بيضرب اللي حواليه، ده اكيد برضه علاجه ان احنا مش هنضربه. ما هو انت طبيعي طفل صغير واقف قدامك بتضربيه، ما هو مش فاهم هيرد لك الضربه. ده بقى لازم ناخده بالراحه ونعالجه بالكلام والتوعيه، واننا نفهمه ان اللي بيعمله ده غلط وانه كده بيأذي اللي حواليه. وطفل بقى من النوع ده هيحتاج ان هو يشترك في رياضه علشان يخرج الطاقه اللي جواه. وخلي بالك اي حاجه اولادنا بيعملوها اكيد ليها سبب واكيد ليها علاج، وحاجه زي الضرب مش نازله في كتالوج العلاج اصلا. لازم نلاقي علاج مناسب ومؤثر اكتر من الضرب. ارجوكم نشيل كلمه الضرب من قاموس تربيتنا لاولادنا. ابعتولي بقى في التعليقات ازاي بتعاقبي ابنك او بنتك من غير ضرب لو غلط.